سؤال اولا ليه؟ مع ان البعض شايف اننا لازم نتعامل مع كل الدول على قدم المساواة علشان المصالح المصرية. في مخاطر في المقام عديدة الأول. جدا في هذا التقارب. أولا لأن إيران دولة طائفية تسعى إلى نشر مذهبها الشيعي الإمامية الاثنى عشرية في كل دول العالم بلا هوادة، وتسيء، مش تسيء يعني تهين، تريد تدمير أهل السنة. تفعل ذلك في إيران، تفعل ذلك في العراق، تفعل ذلك في سوريا. ملايين الناس قد يعني سفكت دماؤهم وانتهكت حرماتهم بسبب هذا التعصب. العقيدة الفاسدة التي عليها الشيعة لا يمكن أن تقبل. سب الصحابة رضي الله عنهم، الغلو في الأئمة وآل البيت إلى درجة العبادة، أحيانا صرف العبادات لهم من دون الله ودعائهم، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، وأن لهم سلطان على كل ذرات الوجود، وأن لهم أحوالا لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. سب عائشة رضي الله عنها وأبي بكر وعمر وتكفيرهم، الطعن في القرآن والقول بتحريفه. دي عقائد في منتهى الخطورة. أنا أجي أقول إن أنا أسمح لهم بالتواجد الهائل ده اللي ما حصلش في العهد البائد، وإن أنا بعد يعني مدة من الزمن ستتواجد علاقات، ومع فتح التأشيرات إلغاء التأشيرات الشباب المطحون مش لاقي شغل، مش لاقي جواز، يروح بقى يتزوج بالمتعة ولا بالزواج المعتاد، ويحدث تداخل. بلا شك ال100,000 واحد دول هيجوا، بيقولوا هيجوا يزوروا الأقصر وأسوان، مع إن الكلام ده أولا مفيش تأشيرة تسمح له بالدخول تمنعه من الذهاب إلى الإيه؟ إلى المشاهد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلها: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم. فإحنا بنقول لهم تعالوا شدوا الرحال إلى هذه البقاع التي هي في الحقيقة أصلا تاريخيا ما فيش حد مدفون فيها ولا حاجة، ولكن مع ذلك على أي الأحوال إحنا بنقول إن هم مش جايين بس عشان كده، دول جايين يختلطوا ببعض الطرق الصوفية الغالية اللي عندها غلو. مش كل الطرق الصوفية، لكن في بعض الطرق الصوفية بالتأكيد بتتناول قضية أئمة آل البيت وال12 خصوصا بطريقة غير سنية بالمرة.